بيراميدز عايز يدي ابراهيم عادل والشيبي اعاره للاهلي مجاني من غير فلوس ببلاش. قال له خد يا خد، انا كده كده ايه مش هلعب، ما معيش بطوله تانية لان كل البطولات هتوقف علشان ايه كاس العالم للانديه. طب هل هو دي خدمه للاهلي ولا خدمه لبيراميدز؟ انا من رايي اللي انا شايفه يعني ان دي خدمه لبيراميدز. هقول لي ليه يا عم؟ ما هو محتاج خدمات، ما هو معاه فلوس ومش عارف ايه. اقول لك لا، ده تسويق لابراهيم عادل والشيبي في اكبر عرض رياضي في كاس العالم للانديه بنظامه الجديد. لان الاعلام كله هيتوجه لمين؟ لامريكا في كاس العالم للانديه. الاهلي ان شاء الله لو عمل عرض حلو وفاز على انتر ميامي، اللي انا شايفه ان انتر ميامي والله العظيم من الفرق اللي سهله جدا، اللي سهله جدا، هي مجرد اسامي بس على اللعب اللي احنا بنشوفه والعرض وشوفنا سواريز بجسمه عمال يزيد ومش عارف يلعب. اللي انا شايفه ان دي فرصه لابراهيم عادل والشيبي. لان ابراهيم عادل لما جاله عرض من ختافي ب 4 مليون يورو، وكانت قيمه الاعاره بتاعت ابراهيم عادل كانت 650 الف يورو. تمام. بيراميدز ما وافقش، وكلنا الناس وقفت بقى ومسكت في بيراميدز. قال لك الناس واقفه قدام مستقبل ابراهيم عادل ومش عارف ايه وايه، واحنا مش عارفين حاجه اساسا. احنا كنا بناخد من الاعلام لقطتين ثلاثه وبنعلق عليهم مش محتاجين. انما اللي انا شايفه ان ده تسويق لابراهيم عادل والشيبي في كاس العالم للانديه، مش خدمه للاهلي ولا حاجه. في ناس لما اتكلمت قال لك، في واحد من التعليقات قال ما احنا عندنا محمد هاني او عندنا الدبيس وعندنا. فواحد متكلم قال لك يا عم محمد هاني مين ده شطب كوره. انا اقول لك لا يا صاحبي، محمد هاني عنده وهيديك. لان محمد هاني لعب 4 مرات كاس عالم، كاس العالم للانديه لعب 4 مرات. لعب بايرن ميونخ، لعب ريال مدريد، ولعب فرق كتيره، فرق قويه وفرق ضعيفه، وادى اداء ممتاز. فان شاء الله محمد هاني هو الاحق للعب. انا معاك ان الشيبي في مستوى يعني اعلى من مين؟ من محمد هاني. طب هل الشيبي لما يلعب في الاهلي هيقدم نفس المستوى ولا مستواه هينزل؟ انا اقول لك يا صاحبي، النادي الاهلي غير اي نادي. ليه يا عم النادي الاهلي غير؟ ما بنلعب كوره يا عم، هو في ايه؟ لا، النادي الاهلي نادي جماهيري. الشيبي ما فيش حد ضغط عليه، كل ما هو اداره ولعيبه، ما فيش جماهير. يعني غلط ماشي، الاداره ما بتعاقبوش، خلاص العب انما هنا في الاهلي غير. هنا الاهلي لو الشيبي ضيع كوره او السبب في هدف هيستلموه لمده سنه لقدام، زي ما عمل مع مين؟ مع كهربا لما تسبب هقول له انت شايفه هو مشي من النادي بسبب الجماهير وبسبب اداؤه والكلام ده. انا اللي يختلف معانا صلاح محسن. صلاح محسن كام مره يجي الاهلي ويمشي؟ الاهلي يجيبه ما يعملش اداء، يعملش اداء حلو ويمشيه، يعمل اداء حلو بره، يجي الاهلي يعمل اداء وحش. طب ليه؟ ما هو عليه ضغط، عليه ضغط في كبس، في بدلة، في ان الاهلي مش ساكت بيجيب مهاجمين سوبر، في ان هو ليك كذا بديل، هتأدي اداء حلو ما هديك، مش هتأدي مع السلامه بره. وده اللي حصل فعلا. فاللي انا شايفه انه مكسب للنادي الاهلي في صراحه ابراهيم عادل، ان ابراهيم عادل وامام عاشور هيعملوا خط وسط ممتاز جدا جدا جدا. بس من رايي يعني، مع اضافه رزية طبعا. والله انا اللي انا شايفه ان مجموعه الاهلي ممكن يطلع تاني بعد بورتو يعني. انما الفرق ان هي انتر ميامي ده مش فريق، والله العظيم ما فريق. انا شفت اللعب وما فيهمش غير ميسي اساسا. وميسي لو ضغطنا عليه مسكوه 3 4 لعيبه، أي نعم هو هيفلت منهم، بس احنا والله يعني هنفوز ان شاء الله. لان انا واثق في الكلام ده باذن الله يعني، الثقة في الله طبعا. انا واثق ان الاهلي هيفوز على الانتر ميامي فوز سهل جدا، ومش هنتعب في حاجه. ما عندهمش هجوم ولا عندهم دفاع ولا خط وسط ولا حارس مرمى اساسا. هم جماهيرهم كترت لما ميسي دخل النادي. انا ما كنتش اعرفه اساسا من النادي ده. المهم، وماشي هنصدق ان انت بتخدم النادي الاهلي.